السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. إلى أول مرة كتزوروا القناة فأنا ابتسام من قناة الطبخ والحلويات مع ابتسام. اليوم إن شاء الله الاقتراح ديالي لكم كب كيك الشوكولاتة بمقادير جد مضبوطة رائع، كيجي زوين وهشيش. كيف ما كتشوفوا معنا نتيجة زوينة بزاف، نتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك ونخليكم مع المقادير والطريقة في التحضير. فنبداو على بركة الله. أنا كنحتاجو 2 الكؤوس ديال العنبة ديال الدقيق، غادي نغربلوه بطبيعة الحال 240 غرام على هذا الشكل. من بعد غادي نضيف واحد الكأس ديال بودرة الكاكاو. انا عندي هنايا الحلوة، الا عندكم الكاكاو المر فزيدوا السكر على الكميه اللي غادي نضيف انايا على هذا الشكل. ما ضفنا 2 الكؤوس ديال الدقيق وكأس ديال بودرة الكاكاو، غادي نضيف 2 الملاعق ديال البيكين باودر او خميره الحلوى. انا عندي هنا 15 غرام في الساشيه، غادي تهزوا منها 2 المعالق صغار. ثم غادي نضيف ملعقه صغيره ديال البيكين صودا او بيكربونات الصودا، تقريبا ملعقه صغيره كذلك. من بعد باش نصحوا المذاق غادي نضيف شويه ديال الملحه، تقريبا ربع ملعقه صغيره على هذا الشكل. صافي غادي نخلط هاد النواشف هي الاولى، نخلط هاد النواشف مع بعضياتها مزيان. بعد غادي ناخذ واحد البول واحد اخر، غادي نديرو فيه 2 البيضات. البيضات يكونوا بحراره المطبخ. غادي نضيفوا على البيض السكر كيف ما قلت لكم. الا درتوا الكاكاو المر ضيفوا كاس كامل، يعني كاس ديال العنبه. انا غادي نضيف هنا نص كاس ديال السكر. غادي نخلط هاد المكونات مزيان بالضراب الكهربائي حتى كيطلع معايا البيض والسكر وحتى كيذوب السكر بطبيعه الحال، ونرجع معكم. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معنا في القوام، يعني ضاعف الحجم ديالو ورجع بيض. من بعد غادي نضيف نصف كأس ديال الزيت على هذا الشكل، وغادي نجيب كأس ديال الحليب. غنجيب كأس تاع الحليب، انا نفس الكاس ديال الزيت درت فيه الحليب كاين مشكل، فغادي نضيف عليه ملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. القهوه والشوكولاته كيف ما كتعرفوا فكيعطيو واحد المذاق زوين بزاف، يعني كتجانس مع بعضياتها، كيتلاقاو مع بعضياتهم في هذا في الكيك او حتى التحليات. نخليها حتى كتذوب، وغادي نضيفها في هذا الخليط ديال البيض والزيت والسكر. غادي نخلط هذا الشيء هكذا على هذا الشكل. غادي نجيب الخليط ديالنا اللي درنا ديال النواشف، وغادي نبقى نضيف الخليط هكذا ونخلط. انا عطيتكم القياس يعني بالتدقيق، يعني بالتدقيق. داكشي علاش درت لكم النواشف هي الاولى عاد، وغادي ضفت السوائل. خلطوا هاد المكونات، ريحه القهوه والشوكولاط كتعطي واحد الريحه زوينه كثريه اللي كيبغيو القهوه.
خلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، يعني خلطوهم مزيان واحد المده كافيه حتى كتشوفوا كلشي يتجانس مع بعضياته. كيف ما كتشوفوا معنا صافي. دابا تخلط القوام ديالو هكذا كيرجع. هنا الفرن ديالي ما عرفتش كتسمعوا فيه، فهو راه شاعل، شعلت عليه قبيله شويه، يعني فاش كنت كنخلط البيض مع السكر شعلوا عليه مسبقا على 180 وخليوه في 180 فاش تخشيو يعني لي كاب كيك ديالكم. نجيب انا هنايا قبل ما نبدا نعمر سميتو في دوك الكويغطات ديال لي كاب كيك، غادي نجيب الشوكولاط الابيض وغادي نقطعهم هكذا الى مربعات. الا درتو لي كاب كيك كبار فخليو هاد المربعات على هاد الشكل، درتوهم صغار فانا مثلا غنقسمهم على جوج. صافي من بعد غادي باستعانه بواحد جوج معلقات ولا ديروها في واحد القريعه اللي عندها الراس رقيق ولا في بوش يعني جايب حلواني اللي نتوما مسلككم واللي يعني اللي بغيتو. غادي نعمر هنايا تقريبا نخلي واحد الربع فاش يعني حيت هي غتطلع ما تعمرهاش حتى الفم تاعها ثاني حتى الفوق. هاد الكميه اللي درت فهي كتعطي تبارك الله يعني واحد الكميه اللي مزيانه. انا هنايا دابا كنديرهم صغيورين، ولكن نتوما بطبيعه الحال ديروهم كبار الا بغيتو. دابا غادي نجيب الشوكولاط الابيض وغادي ندير الشوكولا هكذا في الوسط على هذا الشكل. انا الشوكولاط الابيض صراحه كتعجبني اكثر من الشوكولاط الاسود، ولكن اذواق بطبيعه الحال، وكتكون حتى يعني اللون دابا اسود الا درتوه معاه الابيض كيعطي واحد المنظر حتى هو زوين، يعني كتكسيو داك اللون الاسود بالابيض على هذا الشكل. ولا بغيتو ولا عندكم متواجد الكحل بطبيعه الحال راه اختياري، يعني تزيين اختياري. بغيتو تخليوهم غير هكذا ما عندكمش الشوكولاط داكشي يعني على حسب المتوفر وعلى حسب الذوق ديالكم. ودابا غادي ندخلهم للفرن على 180 درجه من التحت ومن الفوق، ونرجع معكم باش تشوفوا معنا الشكل النهائي. كان هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجناهم من الفرن ديالنا. كيجيو زوينين في الشكل ديالهم، كيجيو خفاف ومثقبين من الداخل، رائعين. نتمنى انكم تجربوهم. كانت هذه وصفتنا اليوم اعزائي، نتمنى انها تكون نالت العجب ديالكم. كانت معكم ابتسام من قناه طبخ والحلويات مع ابتسام، وما توفيقي الا بالله، وان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى. مع السلامه.